يلا تعالوا معايا النهاردة هنعمل مع بعض الطبق اللي انتوا شايفينه ده. فراخ مشوية بتتبيلة رائعة جميلة. في كل مرة بقدم لكم التتبيلة بقدمها لكم بشكل جديد وبطعم جديد وبنكهة جديدة، والحمد لله بتحوز على إعجابكم، إعجاب ولادي يعني. جربوها، تعالوا معانا نجربها ونشوف الطريقة. طريقتها جميلة جدا وخطيرة. يلا بينا. تعالوا معايا النهاردة هنعمل مع بعض برضو الفراخ بتتبيلة جديدة. عندي فرختين صغيرين، الفرخة 800 جرام. المكونات عندي اللي انا تبلت بيها الفرخة من بالليل، انا بتبلهم بالليل واخليهم ليلة كاملة. ماشي. عندي معلقة ونص ملح كبار، عندي 3 معالق بابريكا اللي هو الفلفل البارد، وحط عليهم نص معلقة شطة. عندي معلقة فلفل اسود، عندي بصلة. هاخد كل المكونات دي مع ربع كوباية مية او 3 معالق مية، مع معلقة زيت زيتون، مع معلقة الزيتون المهروس. معجون الزيت الزيتون ده جميل جدا، بيدي للفراخ نكهة جميلة جدا. وهضربهم في قلب الكبة وهتبل بيهم الفراخ واحطهم في التلاجة ليلة كاملة. انا بجيب الفراخ واتبلها بكذا نكهة واشيلها واستعملها معاكم واقول لكم التتبيلة بتاعتها. تعالوا بقى بصوا كده. دي زيت الزيتون، هاخد منه معلقة على كوباية مية، على معلقة فلفل اسود، على معلقتين من هنا بابريكا، على معلقة ملح، على معلقة معجون الزيتون. هحطهم في قلب مج واقلبهم على بعض وارجع لكم. وهنقلبهم كده مع بعض تقليب كويس قبل ما نجيب بقية الطلبات الحاجات اللي احنا هنستخدمها، لان هي دي النكهة اللي هتدي طعم. وزودت عليهم معلقتين خل تفاح على فكرة، خلي التفاح حلو ومهضم زي ما احنا متفقين. اخترت ايه؟ عندي بقى الفراخ المتبله ليله كامله. جبت عندي بصلتين قطعتهم اجنحه. حضرت عندي الخليط اهو وسبته يعتق 5 دقايق كده مع بعضه عشان النكهه بتاعته تنسجم ويديني طعم جميل. ماشي. هجيب عندي بقى الصينيه وتعالوا بينا نعمل الوصفه بتاعتنا. حضرت الصينيه اللي هعمل فيها الوصفه. هنزل كده بالبصل الاجنحه اللي انا مقطعاه عندي ده زي ما انتوا شايفين. هحط عليه الخلطة بتاعتي اللي احنا حضرناها مع بعض وسبناها تنكه في بعضها. هنبدأ نرشها كده عليهم، شايفين؟ وده هيكون القاعدة بتاعت الفراخ بتاعتنا المتبلة ليلة كاملة. هنحطها بقى في الفرن وهوريكم النتيجة ان شاء الله بإذن الله لما تخلص. هتسيبيهم كده 5 دقايق وبعدين تحطي عليهم الفراخ. عارفين ليه؟ او ممكن تحطي برضو الفراخ وتسيبيها 5 دقايق او ربع ساعة كمان وبعدين تحطيها في الفرن. هتديكي نكهة جميلة جدا ورهيبة، عشان خاطر الصوص بتاعنا يخش في البصل وصوص البصل ينزل في الصوص بتاعنا ودي نكهة جميلة. انا مش عايزة افرم البصل، انا عايزة احطه تبقى فرشة تحت الفراخ عشان الفراخ صغيرة يقوم تطلع ايه طرية وحلوة ما تنشفش مني. شايفين؟ هغطيهم بقى وهسيبها زي ما اتفقنا ربع ساعة واحطها في الفرن لما تطلع اوريها لكم. يلا تعالوا معايا كده بقى شوفوا الوجبة بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله. الفراخ بتاعتنا جميلة ولا ريحتها روعة روعة روعة. ودي اكلتنا النهاردة، الفراخ بايه؟ بالبصل، بجوانح البصل الرهيبة. تاكلي بقى وتغمسي بالعيش او تعمليها مع رز، جميلة جدا وخطيرة وتشرفك في العزومات. جربوها وقولوا لي في التعليقات ايه رأيكم. يلي بتتابعوني منين؟ من مصر، من السعودية، من المغرب، من انه بلد بتتابعوني؟ من تونس، من الجزائر، اي بلد بتتابعوني منها قولوا لي ايه رأيكم في الوجبات بتاعتنا وايه رأيكم في قناتي. يلا جربوا الوصفة وقولوا لي ايه رأيكم.